اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى كان عندنا العزومة دي كانت امبارح. عزومة يعني ناس أصحاب جوزي وكده، 2 من أصحاب جوزي. فإيه قلت أعمل أكلة حلوة كده وإيه وسهلة وبسيطة معاكم. المهم يا حبايب قلبي ما تنسونيش في الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، ولايك وكومنتات حلوة كده منكم تشجعني ان انا اعمل لكم فيديوهات. هنا حطيت اللبن، كان اللبن مجمد معايا، كان في الفريزر. حطيته بالاكياس بتاعته، استنيته كده لما فك وقطعت الكيس بالمقص. هنا اللبن ده بقري، بجيب الكيلو ب15 جنيه او تقريبا ب18، حاجة زي كده. بس سمنة جميل جدا. هنا خلاص استنيته لما فك ونقلته على عين تانية. قلت اما احضر الجيلي بتاعي اعمل لبن يفك معايا خالص من التلج، ما يكونش فيه اي تلج خالص او اي حاجة، يعني انا عايزاه يغلي معايا يعني. بصوا يا جماعة الوش بتاعه سمنة، والله العظيم اقسمت بالله ان انا ما حطيت اي نوع سمنة عليه ولا اي حاجة، هو كده جميل. وده بقالي على فكرة مش جماسي. المهم اللهم صل على النبي، جبت باكت من الجيلي فراولة وحطيته كده في المية السخنة. معايا كوبايتين مية سخنة او كوبايتين ونص كوباية سكر حسب الرغبة زي ما انت عايزاها. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. رمضان ده بيحب الحلويات. انا بقالي فترة ما عملتش فيديوهات معاكم لان انا والله باين من صوتي ان انا تعبانة. كان يعني كنت داخلة على دور برد شديد جدا. فالحمد لله، ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم، ويزل عننا اي تعب او اي حاجة وحشة. الجو مش مظبط، ساعة حر وساعة برد، فعشان كده خدت لطشة برد وكده. الحمد لله. هنا هوت الجيلي خلص معانا. انت بتطفي النار بعد ما الجيلي يغلي معاكي، بتطفي النار وتحطي كوباية مية من الحنفية عادية، او نص كوباية زي ما انت حابة. بعد ما تطفي النار وصبيها كده في الكاسات. استنى اما الجيلي يهدى شوية، يبرد شوية، وصب في الكاسات. الكاسات بتاعتي جامدة وبتستحمل وكل حاجة، بس للأمان برضك. هنا معايا حلة كبيرة شوية عشان هتاخد فرخة. الفرخة دي 2.5 كبيرة ما شاء الله. انا غسلتها من قبلها بيوم ونقعتها في المحلول بتاعي اللي دايما بنقعها معاكم فيه، اللي هو الملح والليمون والدقيق والسكر. معلقة سكر صغيرة كده مش كبيرة قوي. وهنا نزلت قسمتها 4/4، وتغسلها كويس جدا من الزفارة، تغسلها كويس جدا من البكتيريا او حاجة مش نظيفة فيها، لان ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب. البرد مش مخلي، والانفلونزا بقى وكده، ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم. هنا اهوت حطيتها في الحلة تتلوح في بعضها، وحطيت عليها فلفل اسمر وملح وبهارات. بهاراتها بقى اللي هي بهارات فراخ او 7 بهارات زي ما انت عايزة. انا بحب اضيف عليها الكمون والكزبرة الناشفة. وهنا ضفت الملح بتاعها. وحط لو ربع معلقة سكر او نص معلقة سكر، بتعزز الطعم وقوامها بيبقى تحفة، وبتخليها تستوي بسرعة معاكي. هنا اهوت جبت 4 بصلات او 3 تقريبا، اخرطهم. انا كنت اخرطهم على ايدي بالامانة يعني. بس والله يا جماعة انا واقفة بالعافية والحمد لله. يعني ممكن يكون باين على وشي التعب او باين عليا التعب، الحمد لله والله ان هي جت على قد كده. كان برد شديد جدا. خلي بالكم من نفسكم كويس، وخلي بالكم من اولادكم. انا كنت خايفة على بنتي الصغيرة جدا لان هي ما عندهاش مناعة، اي شوية هوا بيأثروا فيها. فعشان كده كنت نايمة في اوضة وهي في اوضة طبعا مع باباها. الحمد لله ان هي عدت على خير. جبت هنا البصل وهجيب الكبة، هفرم فيها البصل لان انا محتاجة بصل للمكرونة بشاميل، ومحتاجة بصل
للطبيخ. انا هعمل بطاطس، بيقولوا عليها بطاطس بدمعة وبشاميل وفراخ ورز بشعرية وسلطة. وما شاء الله كان الاكل تحفة، بس حصلت مفاجأة غير متوقعة يعني، ولا هي مقصودة ولا هي متوقعة ولا كانت على البال ولا على الخاطر. بس هتشوفوا معايا في اخر الفيديو. هنا اهوت جبت الكبة بتاعتي، وهي كبيرة ما شاء الله. مش بقول لكم بتفرم اللحمة وبتفرم الرز، اللي هي لو انت عايزة تعملي كفتة رز بتفرم برضو كل كفتة الرز. هنا كنت غليت مية، رتل من المية او رتل ونص تقريبا، ده بياخد رتل ونص من المية. وحطيته تاني على في الكهرباء في ميه يعني تاني. فالفيشه ديت انا شلت فيشه البوتاجاز، عشان كده بستعمل الولاعه اللي هي الاشعال، عشان بستخدم في الفيشه يعني الكبه والكتل وكده. انما الفيشه التانية دي اللي جنبها بتاعه الغساله مش ممكن طبعا اشيلها، لان كان فيها هدوم بتتغسل. حبايب قلبي ما تنسونيش في الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، ولايك وكومنتات حلوه منكم كده. وانا اسفه والله في تاخيري عنكم، لان انا والله فعلا كنت تعبانه. الحمد لله، الحمد لله يعني ان انا قمت بالسلامه، ان انا كويسه وفوقت لبيتي وبنتي وكده، الحمد لله. هنا فرمت البصل، حطيت بصله زياده تتفرم لان لقيت البصل قليل قوي. انا رحت فين؟ انا هنا ماشي. هنا يعني انا كل شويه اقلب في الفراخ، بستناها ان هي تغلي، الميه تغلي بيها وانقلها على نار. انا بحب شوربه الفراخ او البط او اللحمه، بحبها تكون شوربه رايقه كده وسمينه وحلوه. فعشان كده بنقلها على نار متوسطه خالص او هاديه جدا، ان هي تطلع لك احلى شوربه تشربيها. وهنا جبت ازازة زيت. ازازة الزيت دي والله العظيم انا اول مرة اشتري زيت من بعد زيت التموين. انا دايما زيت التموين بيكفيني، فديت كنت جايباها ب60، مش كيلو كامل. هنا جبت 3 حبات من الطماطم. الصينية ديت بتاعت امي الله يرحمها. بحب اعمل قوي اعصق فيها اللحمة اللي هي المكرونة بشاميل او مثلا السمبوسة او الحاجة، او بحب اقلي فيها عامه اي حاجه، بحس بطعم وريحه زمان كده. اللحمه المفرومه معايا كانت مجمده، كانت في الفريزر. يعني ايه، بتفركيها واحده واحده كده بالمعلقه لحد ما تدوب معاكي وتسيح معاكي كده. بس هي جميله، كانت جميله جدا ما شاء الله. قطعت بقى انا كام حبايه من الطماطم. بحب احط على اللحمه المفرومه وهي بتتعصج للبشاميل بالذات طماطم، مش صلصة. طماطم بتكون أحسن، بتسبك منها فيها. هي صلصة يعني، الصلصة ليها حلوة وكل حاجة، بس بحب أحط الطماطم أكتر من الصلصة. هنا زي ما انتوا شايفين بهرس اللحمة المفرومة كويس علشان تتعصج معايا كلها، وما يكونش فيها مثلا حتت استوت وحتت لأ. لازم تفركوها كويس كده بالمعلقة. وممكن تطلعيها من بالليل. لو انت مثلا حابة تطلعيها من بالليل عادي مش مشكلة، وتعمليها تاني يوم الصبح. بس انا كنت نسيت والله، لان انا كانت راحت عليا نومة، خدت العلاج وكده وراحت عليا نومة، فما صحتش الا تاني يوم الصبح الساعة 9. المهم حطيت هنا فلفل اسمر وكمون وكزبرة وملح. وظبطي ملحك، لان ما تزوديش ملح قوي، لان الطماطم طبعا فيها املاح يعني مالحه. اللحمه المفرومه ممكن تلاقيها مالحه معاكي برضك. فايه ظبطي الحاجه عشان ما فيش حاجه تطلع منك لا قدر الله مش مظبوطه، او
او قليلة الملح او كتيرة الملح كده يعني. هنا نزلت بنص كمية البصل اللي معايا او بالتلات ارباع الكمية اللي معايا، ونزلت بكمية الطماطم، وجبت حل هنا صغنونة مش صغنونة قوي، يعني متوسطة كده. انا طبعا يا جماعة اللي بهزر معاكم وبقول متوسطة، بس هي متوسطة. اخواتي وحبايبي انتم طبعا عيلتي التانية، بعتبركم عيلتي التانية، وكالعادة انتم وجودكم على راسي من فوق. هنا يا جماعة اهوت بوريكم الشكل اللي لا مش نهائي ولا حاجة، بس الشكل برضك الوسطاني كده، واللحمة اللي بتتعصج معايا، اللحمة المفرومة وهي بتتعصج معايا، واللبن، بص اللبن جميل جدا والله العظيم يا جماعة، وشه عامل سمنة رهيبة ما شاء الله يعني. هنا خدت قيمة معلقة صغيرة من السمنة وشوية زيت، أنا بحب قوي أعمل الطبيخ بالسمنة والزيت، أو لو مفيش عندك سمنة عادي، لو مفيش عندك زيت عادي، ده أو ده يمشي يعني. وهنا بقى البصلة اصفرت معايا، ونزلت بالطماطم، ضربت قيمة 3 4 طماطميات كده في الخلاط. المهم نقلتهم على عيني الصغيرة، واسيبها تتسبك براحتها خالص، مش مستعجلة عليها يعني. وهنا نزلت بفلفل اسود وكمون وكزبرة وملح وشطة. بالأمانة أنا حطيت شطة على اللحمة المتعصجة، لأن أنا بحب المكرونة البشاميل الحارة. كل شوية تقلبي فيها كده عشان المية تنشف منها، لأن بينزل منها صوص رهيب جميل جدا، لازم برضك ينشف منها فيها، مش ينشف قوي ولا يتحرق منك، يعني ايه اللحمة المعصجة تشرب الصوص بتاعها البهاريز بتاعتها. بس اقول لك ريحتها كانت قلب البيت كله، كانت خطيرة. خلاص هنا خلصت معايا، نقلتها بقى على العين الصغيرة، ما لا ما فتحتش عليها العين، كانت خلصت معايا، ركنتها على جنب، وجبت هنا حلة اعمل فيها البشاميل. هنا ده الدقيق بتاعي، كل ما افتكر ان انا افرغه في علبة او في حاجة تانية يعني زي علبة بغطا او برطمان، بنسى والله، بس فرغته يعني افتكرته فرغته. حطيت هنا 3 معالق سمنة و3 معالق زيت، لان البشاميل زي ما بتستخدمي السمنة، زي مثلا ما بتحطي 3 معالق او 4 معالق زيت او سمنة او زبدة زي ما انت عايزة، لازم تحطي قصادهم نفس كمية الدقيق، يعني مثلا 5 معالق زيت نفسهم 5 معالق دقيق، 6 معالق زيت لازم يكون 6 معالق دقيق. فهنا خلاص خلصت، خلصت تقريبا هنا. البشاميل اللي خلص معايا، اول ما تشمي ريحة اول ما تشمي ريحة السمنة كده، يعني اديها 3 دقايق على النار تقليب، اول ما تشمي ريحتها انزلي عليها باللبن وقلبيه في بعضه عشان ما يتكتلش منك، وحط عليها، حطيت عليه هنا فلفل اسمر وكزبرة بس وملح، وركنتها على جنب، وجبت حلة تانية حطيت فيها مية ونزلت، كانت المية غلت، نزلت بيها بكيسين مكرونة من الملكة او مكرونة التموين، اي حاجة اللي انت عايزاها اللي انت حباه. هنا كنت سبت المكرونة تتسلق معايا في المية، وجبت حبيتين من البطاطس كده اقشرهم علشان الطبيخ اللي على النار. ما تنسونيش حبايب قلبي في الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، ولايك وكومنتات حلوة منكم تشجعني وتقول لي ايه رأيكم في اليوم الجميل ده. انا اليوم اللي بيبقى فيه عندي عزومة والله يا جماعة ببقى متلخبطة جدا،
باحس إن أنا أول مرّة أقف في المطبخ، مع إن أنا يعني واقفة من زمان في المطبخ، وبقى لي كتير باقف في المطبخ، بس بيبقى يعني إيه، باحس نفسي أول مرّة بصراحة يعني، ما أعرفش بقى أنا كده لوحدي والّا كلنا كده والّا إيه، وربنا يديمها علينا نعمة يا رب ويحفظها من الزوال، ويحفظ لكم أولادكم ويخلّيهم لكم، وتفرحوا بيهم يا رب اللهم آمين يا رب، ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة. إحنا في رمضان، كل سنة وأنتم طيبين. هنا أهوّة خلاص خلصت البشاميل معاكم أهو، ما شاء الله كان تحفة، كان تحفة جميل جدًا. ما تنسونيش حبايبي في الاشتراك وتفعيل الجرس، وبالأمانة والله النور كان قطع عليَّ وأنا باعمل البشاميل، كنت نفسي أصوّره لكم. الجايات بقى أكتر، وما تنسونيش حبايبي في دعوات حلوة منكم ولكم بالمثل. وهنا الأكل بتاعي، بس أنا ده كان تاني يوم لأن أنا كنت غرفت وخلاص. هنا كان معايا الجرجير والبتاع الحلو المخلل الحلو ده، واشوفكم على خير حبايبي.